النهاردة هنتكلم عن السر اللي هيخلي الكرة تلزق في رجلك طول الماتش. بص يا بطل، عمرك سألت نفسك ليه الكرة بتبقى لازقة في رجل ميسي أو فينيسيوس وهم بيجروا؟ السر مش بس في الموهبة، السر في السيطرة في المساحات الضيقة. النهاردة هعرفك ازاي تطور تحكمك في الكرة وتعدي من أي مدافع بلمسة واحدة من خلال تدريب الزجزاج. الفيديو ده هينقل مستواك في حتة تانية خالص، ركز معايا. تدريب الزجزاج مش شوية أقماع بنجري حواليها وخلاص، ده اللي بيحصل بالظبط في الماتش ساعة ضغط المدافعين عليك. التدريب ده بيعلمك حاجة اسمها ازاي تلمس الكرة بقوة معينة وفي وقت سريع جدا. كل ما تتقن الزجزاج كل ما ثقتك في نفسك هتزيد، وهيبقى صعب جدا على أي مدافع يتوقع حركتك الجاية. نيجي بقى للشغل العملي. أول سر، لازم تلمس الكرة مع كل خطوة، وأكبر غلطة بيقع فيها الناشئين والبراعم إنه بيخبط الكرة ويجري وراها. لأ، في الزجزاج لازم تستخدم وش رجلك الخارجي وانت بتلف، ووش رجلك الداخلي عشان تحضر للناحية التانية. افتكر دايما الجملة ديت، لمسات كتيرة يعني سيطرة كاملة. والسر التاني هو وضعية جسمك في الملعب. لازم توطي جسمك لقدام شوية، يعني تتني ركبتك شوية وصدرك يبقى فوق الكورة. الوضعية دي بتديك توازن رهيب وتخليك تغير اتجاهك في ثانية من غير ما تقع أو تفقد السيطرة على الكورة. لو جسمك مفرود ومتصلب وناشف، حركتك هتبقى بطيئة وأي مدافع هيعرف يقطع منك الكورة بسهولة. وتالت سر، وده اللي بيميز الحريف عن اللعيب العادي، وهو إن في الماتش مش بنتحرك طول الوقت بنفس السرعة. اتمرن إنك تدخل بين الأقماع بتركيز وهدوء، وأول ما تخرج من آخر قامة انفجر بأقصى سرعة عندك لمسافة 5 متر. الحركة دي هي اللي بتكسر وسط المدافع وتخليك تسبقه بخطوة. جرب النصايح دي في تمرينك الجاي وهتحس بفرق كبير جدا. وبنسبة المهارة، عاوز أكتر واحد يعرف ينطط الكرة يبعت لي فيديو فورا عشان أنزلهوله في الفيديو الجاي. سلام يا نجم.